السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نبداو الفيديو ديالنا بصلاة على نبينا غدا يوم القيامة يشفع فينا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما اننا مقبلين على شهر رمضان، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. غادي نحضر مع بعضياتنا سلو صحي، نص كيلو ديال اللوز. غادي نحضروا اكثر من 6 كيلو ديال السلو اللي هو اقتصادي ومعلك بنين بلا زبطه بلا تعب، سهل في التحضير. نعطيكم جميع الاسرار لنجاح السلو وبزاف الطرق ديال السلو اللي ممكن تعتمدوها ولو تكونوا مبتدئين. ضروري تجربوا هذا السلو، كينفعكم بزاف في رمضان. لكم المكونات مع الطريقه باش الفيديو ما يجيكمش طويل خواتاتي. عندي هنايا كيلو ديال القمح. هذا القمح اللي ما فيهش النخاله، ممكن تستعملوا القمح اللي يكون فيه النخاله، ماشي مشكل. كيجي حتى هو بنين. وممكن تستعملوا الشعير اللي هو الزرع، وممكن تستعملوا الدقيق الابيض، كيبقى لكم الاختيار. غادي نديرو في كوكوط اولا في اي طنجره عندكم ثقيله. نديرو على النار اللي هي مهيله مع التحريك المتواصل حتى يذهب اولا يتحمر لينا. ممكن ديروه في الفران، ولكن كنفضل انا على البوطه كيكون احسن. نستعملو بحال هكا المغرف، بحال كنبقاو نفرتو هذوك الكويرات باش ما يتكورش لينا بزاف، لانه هو طبيعي كيتكور لينا سواء درتو الدقيق او لا القمح كيتكور. وكنستعمل حتى المعلقه ديال الخشب ديال اللوح باش نحاولوا اللي كيكون من تحت كنرجعوه من الفوق باش ما يتحرقش لكم. ضروري ما يتحرقش لكم باش يعطيكم واحد المذاق زوين في السلو ديالكم. من بعد ما كنحمروه اكيد غادي نعاودو نغربلوه، لان كيدير لنا واحد الكويرات وهذوك خاصنا نحيدوه. ضروري باش تعرفوا ان الدقيق ديالكم واجد وتحمر. ضروري ما ديروه في واحد الطبسيل وتزيدوا عليه شويه ديال الزيت. اذا حصلتوا على اللون البني اللي كنبغيوه في السلو اللي نتوما باغينه هو هذاك، صافي كتطفيو عليه النار. الا لقيتوه مازال ما عطاكمش هذاك اللون اللي نتوما باغيين، كتزيدوا تحمروه مزيان. وممكن ديوه حتى الفران على برا، راه حتى هو كيحمروا لكم. غادي نخليوه على جنب وغادي نمشيو للزرارة. انا عندي نافع وحبة حلاوه، خديت 5 دراهم 5 دراهم. غادي نحاول نصهدها غير شويه غير شويه ماشي بزاف، ونطحنها. انا طبعا راني نقيتها، ضروري نقيوها لان يكون فيها الحجر. وغادي نطحنها ونغربلها. المكون الاول هو الصوجه، وهذا إلان. انا درت لكم هكا في بصلات بيض باش يبان لكم. ممكن تسكرينيو هكا الصوره وتاخذوها للعشاء، غادي يعطيكم إلان. والصوجه فيهم بزاف ديال الفوائد، من الاحسن تزيدوهم في السلو، بغيتو تستغناو عليهم ممكن. كنقيهم مزيان، كنصهدهم ونطحنهم. ممكن تطحنوهم على برا لان كيكونوا شويه صعاب في الطحين، اولا طحنوهم في الدار. حاولوا معاهم طحنوا عاودوا غربلوهم وعاودوا طحنوهم باش كيطحنوا مزيان. بالنسبه للشوفان، خديت نص كيلو ديال الشوفان اللي كيكون عادي ما فيه حتى اضافات. اكيد نقيته ومن بعد نحمروه حتى يتحمر. ممكن يتحمر في الفران اولا في المقله ثقيله على البوطه، وغادي نطحنوه حتى هو طحن مزيان حتى يولي بودره. بالنسبه للكاوكاو، خديت الكاوكاو اللي كيكون بالقشره ديالو، دخلته للفران حتى يتحمر. اكيد حتى يتحمر لداخل كتحسوا بانه تفتحوا وحده تبان لكم تحمرات وتقرملات. وعاد غنحيد ليه هاد القشره اللي كتكون من الفوق. بهذه الطريقه راه بسهوله كتحيد. نحيدها ماشي مشكله، بقات شويه ديال القشره راه ماشي مشكل. ومن بعد غادي نطحنو. بالنسبه للوز غادي نستعملوا به بالقشره ديالو، لان القشره فيها بزاف ديال الفوائد. ولكن من الاحسن تاخذوا واحد الفوطه تبلوها واحد شويه بالماء وتمسحوه مزيان. عاد دخلوا الفران يتحمر اولا حمروه فوق البوطه وحتى هو غتهرمشوه. بالنسبه ليا انا استعملته به باللوز به بالقشره ديالو. ممكن انكم تسلقوه وتحيدوا القشره وتقليوه في الزيت على حسب الاختيار. هنا عندي كيلو ديال الشنشلان اللي طبعا منقي. غادي نحاول انني تا هو نحمرو في الكوكوط. غنضيف عليه 2 معالق ديال زيت المائده. ممكن تدخلوه تا هو الفران على حسب الاختيار ديالكم. غادي نخليه على النار حتى نبقى نسمعو كيبقى يطرطق ويعطينا واحد اللون اللي هو مذهب، وحتى الريحه ديالو كيعطي واحد الريحه. صافي ما تكثروش عليه، ما تبالغوش بزاف على النار باش ما يتحرقش لكم. اكيد انتبهوا عليه لانه هو رقيق في الساعه كيتحمر. من بعد ما كنوجدوا المكونات كاملين اللي غادي نحتاجوهم في السلو، كتبقى اضافات ديالكم. الا بغيتو تزيدوا شي حاجه كيبقى لكم اختيار. بغيتو تستغناو على شي حاجه نتوما ما كتعجبكمش ولا بغيتوش تضيفوها، اكيد كيبقى الاختيار ديالكم. سلو اولا السفوف كل منطقه وكيف كتصاوبوا بالعادات ديالها وبالتقاليد ديالها. وانا شخصيا كل مره كنصاوبوا بطريقه. وديجا حاطه لكم بزاف ديال الفيديوهات ديال سلو، منو سلو بريستيج، سلو ديال الخدمه اللي ممكن تخدموه كوموند، وسلو صحي 100%. كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وراه كاين فيديوهات في القناه الا بغيتو تدخلوا تشوفوهم.
اليوم قررت نشارك معكم سلو اللي هو ساهل جدا. غادي نديرو جوج ديال الانواع ديال السلو، ولكن بواحد الطريقه اللي هي سهله. غاديش نتعدو وغادي ندلكو. هنا خديت النص كنديرو في العجانه، والنص غنديرو في واحد الطبسيل. بالنسبه ليا غندير نص بلا سكر، ونص غندير فيه شويه ديال السكر. دائما كنقسم النص المكونات كلهم، كندير المكونات اللي وجدت انا اليوم معكم، النص كنديرو في الطبسيل والنص غنديرو في العجانه. هادي الصوجة من بعد ما طحنتهاش شوفوا كيفاش كتولي، حتى هي كنغربلوها، الا حتى هو كنطحنوه كنغربلوه. الزرارع حتى هما اي حاجه طحنتوها كتغربلوها، الا الكاوكاو واللوز والجرجان هما اللي ما كيتغربلوش. بالنسبه للجرجان حتى هو هرمشتو، ممكن طحنوه مزيان مزيان حتى يطلق الزيت ديالو، باش ما تضيفوش زيوت بزاف اولا دهون بزاف، وتخليو واحد الزلافه هكاك باينه صاينه حتى للتالي، وتزيدوها مع المكسرات. الناس اللي كيبغيو السلو معلك بزاف. هنا غادي نضيف 2 معالق ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال القرفه. غادي ممكن تضيفوا حتى المسكه الحاره الا كانت عندكم، يعني حاجه مزيانه ممكن تضيفوها. طحنوها حتى هي مع سكر كلاصي وتضيفوها للسلو ديالكم، راه كتجي زوينه. هنا كنت غادي نحاول انني ندلكو شويه بيدي، ولكن لقيت اول حاجه تبسيل صغير، وتاني حاجه بعيد عليكم ما قدرتش بيدي صافي. وانا نقول بلاش اجي نرجعوا لها الطحانه، وغادي درتو فيها وجا زوين صراحه. حتى العام اللي فات كنت درتو فيها كتنفعني بزاف. غير هاد الطحانه الا كانت عندكم تستعملوها، ولكن راه كتطحنوا مزيان، يعني كتزيد طحنوا. الناس اللي كيبغيو معلك كلشي مطحون، يعني ما كيبقاش باين مثلا الكاوكاو اللوز في العطا ما كيبقاش باين، كيتعلك مزيان. والحاجه اللي فيها زوينه هو انها ما كتحتاجش بزاف الزيوت اولا الدهون، لان كتعلكوا. فدونك كاين مكونات مثلا بحال الجلجلان بحال الكاوكاو هما كيتطحنوا وما كيخرجوا الزيوت ديالهم، يعني شحال ما طحنوا. هنايا انا زدت شويه ديال الزبده، اللي هي من الاحسن تكون زبده بلديه طبعا. الا كنتو غادي تضيفوها للسلو انا كنفضل الزبده بلديه. ممكن تاخذوا حتى سونطرال راه مزيانه، ذوبوها حتى تولي نوازيط، حتى يمشي من هذاك الحليب يولي اللون ديالها كما كتشوفوا كيفاش كيولي بحال مذهب، وغتخلطوا بها السلو ديالكم. بالنسبه ليا هنا غادي نحلي، غادي نضيف واحد 2 معالق ديال العسل. انا ما حليتوش كامل بالعسل لان العسل كينشف السلو مع الوقت، فدرت غير 2 معالق باش تعطينا شويه ديال البنه. وزلافه ديال السكر كلاصي، من الاحسن نديرو سكر كلاصي ما نديروش السنيده. السنيده كتبقى تغزغز في الاكل ديالها فاش نجيو ناكلو. دونك سوا الا كان عندكم واحد الطحان اللي كيطحن مزيان مجهد غيطحنها مزيان، اما الا كنتو غدلكوها بيديكم من الاحسن ديروا سكر كلاصي. بالنسبة للزبدة أنا ما فتش 100 غرام، لأنني ما بغيتش يجي كما نقولوا فيه بزاف ديال الدهون. واخا هكداك بغيتو يكون صحي، واخا هذا فيه السكر أو أما الصحي 100% هو هذا اللي درتو في العجانة، هو اللي صحي 100%، لأن ما فيهش السكر ما فيه حتى إضافات. حتى المسكة حارة ما عنديش شي حاجة اللي نوعية مزيانة، فمشكوك بأمرها صافي ما درتهاش، استغنيت عليها. هنايا بالنسبة لهذا اللي في العجانة كنستعمل هذا الخلاط اللي كتشوفوه، وغادي ندير زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون انا غادي نستعمل زيت الزيتون اللي عندي حتى حد العام جديده طبعا. وغادي ندير العجانه نخليها طول ونشوف كل ما نحتاج. الا احتاجيت الزيت كنضيف. انا بالنسبه ليا لهاد السلو احتاجيت يوطرو ديال زيت الزيتون. نتوما عندكم ميزانكم، بغيتوه ناشف بغيتو تزيدوا يعني تعلكوه اكثر، كيبقى لكم الاختيار شحال تضيفوا ديال الدهون. ممكن كاين بزاف بغيت نقول لكم، ولكن غادي نخرجوا عليه ماغاديش يكون صحي الا ضفنا اضافات اخرين. فبالنسبه ليا زيت الزيتون الناس اللي كيقولوا كتعطي واحد المذاق خايب اولا كيخسر مع الوقت، او لا بالعكس البنات، زيت الزيتون كيجي بها زوين، سيرتو الا كانت زيت يعني عارفين على من خديتوها وزوينه ماشي مجهده، يعني المذاق ديالها زوين، راه كيجي زين. بالنسبه للناس اللي بغاو يحليوه ممكن ديروا المعجون ديال التمر اللي كيتباع، اولا تاخذوا التمر وتفوروه وتطحنوه كيولي معجون، احسن انكم تشريوه يعني واجد. اولا ممكن تاخذوا التمر اللي كيكون شويه ناشف وكتبداو تيبسوه في الفران، ومن بعد كطحنوه كيولي بودره، هو تضيفوه على هذا الثاني اللي درنا له زيت الزيتون. كيكون صحي 100%، يعني الا بغيتو يجي حلو. المكون اللي ما ضفتوش هنايا هو خليته اخر حاجه، هو زريعه الكتان. كنخليه اخر حاجه وكنضيفها باش تبقى مزيانه. زريعه الكتان كنضيفها بحال هكاك، ما كنطحنها ما حتى شي حاجه.
بالنسبة ليا كنوريكم الشكل النهائي ديال السلو اولا كيفاش ممكن تقدموه. ممكن تقدموه بحال هاد الطريقة اولا في المول اللي كيما درت ديال الكيك اولا في الطريقة العادية اللي كتعجبني انا، هو كنخليوه عادي في الطبيسير وكنزينوه باللوز اللي هو مقلي. كيجي زوين بزاف. وممكن ديروه كيما وريت لكم في لي مول ديال السيليكون الناس اللي عندهم. شفت واحد الطريقة جديدة هي ولكن زوينة بزاف. كديري في المول ديال السيليكون كديري في الوسط الكراميل اولا في هاد لي مول الا عندكم هادو اللي معروفين راه عندكم كلكم. كديريهم بحال هكذا من بعد كديري في المجمد حتى يجمد، يعني حتى يجمد السلو كتخرجيه وكتغطسيه في الشوكولا. الشوكولا يعني فيها الكاوكاو كونكاسي. كيجيو بحال فيروشي هما لداخل السلو، كيجيو المنظر ديالهم غزال وحتى المذاق كيجي زوين وشي حاجة مبدلة يعني بريستيج. بالنسبة للمقادير ديال السلو انا كلشي كندير به كيلو لوز، كيلو كاوكاو، كيلو دقيق. الا الزرارع كندير نتيا والمذاق ديالك. انا بالنسبة لي 5 دراهم 5 دراهم من كل حاجة ديال الزرارع. والزرارع كيبقاو اضافات خصية يمكن ديريهم اولا تستغني عليهم. وحتى الكاوكاو ممكن تستغناو عليه وتعوضوه باللوز. الناس اللي ما كيبغيوش هاد الاضافات في السلو ممكن ديروا غير اللوز وجوج معالق ديال النافع، جوج معالق ديال حبه حلاوه، وتجمعوا الخليط من الزبده مذابه. هذا هو السلو اللي الاغلبيه كيديروه، والناس يبقى لكم الاختيار زعما ديروا اللي بغيتو. انا كنعطيكم غير افكار. حاجه واحده اخرى بالنسبه للون ممكن تضيفوا شوكولا كاوبيل، كاين اللي بغى يضيف شوكولا ماروخه ممكن تطحنوها معاه، وممكن تضيفوا حتى الكاكاو المر واحد المعلقه ولا زوج باش تحصلوا على اللون. الناس اللي كيبغيو اللون ديالو يكون غامق او لا لون موحد في السلو ديالكم. هذه كتبقى كفكرة عطيتها لكم سيرتو الناس اللي كيخدموا كوموند. اما اللون الحقيقي كناخذوه في الزبده باش كترجع نوازيد وكنخلطوها مع السلو هي اللي كتعطينا اللون، اولا في المكسرات اللي كندخلهم في الفران وكنحمرهم وكنعطيهم واحد اللون مذهب، هما اللي كيعطيونا داك اللون المذهب في السلو. نتمنى الفيديو نال اعجابكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنسونيش اخواتي من لايك وتعليق الا عجبكم الفيديو. اي حاجه بغيتو نحطها لكم جديده مرحبا والف مرحبا. خليتكم على خير.